أهلا بيكم في نباش التاريخ. يوم 13 يناير سنة 1872 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر بيأكد على خبر اتنشر قبل كده في الصحيفة بخصوص خطط مصر لمد سكك حديد، وكمان نشر ترجمة خبر بخصوص نفس الموضوع ده اتنشر في جريدة التايمز. بيقول الخبر مترجم إن المهندسين اللي بعتهم المستر فولر بحسب طلب الحكومة الخديوية لإنشاء سكة حديد تمتد لبلاد السودان بدأوا في الشغل على طول الخط الممتد ما بين الشلالات التانية والخرطوم، وعدد المهندسين دول 20 مهندس. وصفهم الخبر بأن هم من ذوي الخبرة والدراية، وقال الخبر كمان إن معاهم طبيب إنجليزي وكمان معاهم مجموعة كبيرة من أهل مصر. بيقول الخبر ان كل الاشخاص دول شكروا في الحكومة الخديوية بسبب حسن الادارة والتدبير علشان يتم تنفيذ العمل الخطير ده اللي فيه منفعة للاقطار المصرية، وان الناس كلها عارفة ان المنطقة الفسيحة اللي هيتعمل فيها خط السكة الحديد دي اللي فوق الشلالات السادسة صالحة للزراعة وبيخرج منها قطن وسكر والحبوب وغيرها. وصف كثرة المحصولات فيها بوصفه بما يفوق الحد، إلا إن الخبر بيشرح إن نقل المحصولات من هناك بيتم على الجمال والمسافة بعيدة جدا، فبالتالي ما بيتمش نقل غير الحبوب العطرية. أما لما تمتد السكة الحديد فمصر هيكون ليها منافع عديدة لا تحصى، ومن ضمن المنافع دي هتبقى زيادة الإفادات الإخبارية اللي بتوصل من السير سامويل بيكر. سامويل بيكر المذكور في الخبر ده هو ضابط ورحال إنجليزي كان راح في رحلة بتكليف من الخديوي لاكتشاف منابع النيل، وفي الفترة اللي منشور فيها الخبر كان بيشغل منصب الحاكم العام لولاية حوض النيل الاستوائي اللي هي حاليا جنوب السودان وشمال أوغندا، اللي تولاها ما بين إبريل 1869 وأغسطس 1873. أما المستر فولر اللي بعت المهندسين لمصر ده في الأغلب السير جون فولر اللي زار مصر سنة 1869، وهو كان مهندس مدني إنجليزي متخصص في إنشاء السكك الحديدية والبنية التحتية للسكك الحديدية في الخمسينات والستينات من القرن ال19. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في الكومنت.